ودي حاجة كتير مننا معتقدين ان هي الحل، وهو التحفيز. الاجابة لا، مش التحفيز. انت محتاج استمرارية، محتاج تخلق لنفسك انضباط، لان هو ده اللي بيديك الاستمرارية، هو ده اللي بيديك النتيجة. التحفيز ده ممكن يجي ويروح في نص دقيقة، وبقى رخيص جدا وموجود اونلاين وانت عارف ده كويس، وبيضرب لك الدوبامين وبتخلص وما بيحصلش حاجة. احنا نص السنة دلوقتي، انا ما اعرفش انت انتجت اللي كنت عاوز تنتجه ولا لا، بس في اخر السنة اللي فاتت واول السنة دي انت متحفز. الموضوع بيتغير. بنشوف ده في الجيم كتير، ناس بتبدا تخش الجيم في اول شهر 2 3 وبعدين يقعوا، وبعدين يجي السنه لاخر السنه يبدا تاني، وهكذا وهكذا، دايره وماشيه، لان انت ماشي على تحفيز، انت مش ماشي بهدف قدامك واضح. الهدف اللي يخليك يبقى عندك استمراريه وعندك انضباط عشان توصل له مهما صعب. انا ايام كتير بصحى ما اناش عاوز اشتغل ولا عاوز اتمرن ولا عاوز اعمل اي حاجه، يعني بتبقى فيها ارهاق. انت مش، هو جسمك او مخك دايما بيقول لك الحاجه اللي بتتعبك واللي فيها ستريس طبعا عاوزك تبعد عنها، ولكن في الحقيقه ان انت تقدر تواظب وتكمل وتزق نفسك وتقدر تصدق في اللي انت عاوز تعمله، هو اللي هيخليك تعمل انضباط. وعشان يبقى عندك انضباط واستمراريه لازم يكون عندك سيستم، لازم تخلق لنفسك سيستم وطريقه بان انت تعيش بيها يومك يتضمن فيها كل الحاجات اللي محتاج تعملها عشان توصل للهدف بتاعك.